بقى كده يا ابو الصحاب، الفيديو دوت هيكون عبارة عن ملخص للفيديوهين اللي انا كنت نزلتهم عن حكاية فرضان. فلو انت بقى متابع جديد ولسه ما شفتش الحكاية، فعندك بقى هي فرصتك يا معلم وشوف الحكاية براحتك. ويلا بقى يا معلم، جهز فشارك ومسلياتك وحط لايكك واشتراكك، ويلا بينا نبدأ الحكاية او نكملها يعني، عشان احنا اصلا بدأنا من زمان. زي حكايتنا في إحدى الليالي المظلمة، بالذات في برج من الأبراج، وبيكون في حد عمال يصرخ من الألم، وبيبان كده إن في حد بيتعذب. بعد كده بنسمع حد هو بيقول: تماسك أيها اللقيط، احنا لسه حتى مش بدأنا، فبلاش تغمض عينيك. وبيقولوا حقنة المنشط اللي احنا لسه حاطينها مش عملت حاجة، فخلينا نحط واحدة كمان. بعد كده بنسمع حد بيقول اللي بيعذبوه ايه ناتج 461 ثانية. بعد كده واحد تاني بيقول اللي كان قاعد بيتكلم ده شكله كده اتطول شوية مع كشف المرة ديت، وكمان انه يتكلم عن نتائج زي ديت. فالعينة التجريبية الشاطرة بتختلف بجد. بعد كده بتشوف الشخص اللي هم بيعذبوه هو مصاب بالكدمات والجروح في برج السحر بوهيميريان. بعد كده بنشوف كل الأشخاص وهم قاعدين قدام الشخص دوت. بعد كده بنشوف حد هو بيقول بعد 461 ثانية من مناقشة دائرة الطاقة السحرية 72، بيقول إن الدائرة السحرية اشتغلت وأن تفاعل التحصين اتكبح. بعد كده القائد بتاعهم بيقول: حلو أوي الكلام دوت، احنا هنديله كمان حقنة عشان تنشط وتوسع الذاكرة. وبعد كده القائد بيقول: في البرج دوت هو الأقوى في الإمبراطورية. بعد كده الشخص اللي بيتعذب بيقول: أنا بموت بالبطيء. بعد كده بيقول: اشمعنى؟ بعد كده بيقول: اشمعنى شخص زيي بيتقال اللي هو عنده عقل موهوب بتكون نهايته زي كده؟ بعد كده السيد بيقول: يلا دلوقتي كملوا المنشط، بس مش ده، خلوه اضعف زي كل مرة، خلوه اقوى دلوقتي. بعد كده الشخص اللي بيتعذب، والمناسبة يعني اللي هو اصلا بطلنا فرضان، بيكون بحاسس بألم لا يطاق حرفيا. بيدنه يزعق وبيقول: بطل بطل بالله عليك، انا خلاص هموت ومش عدت قادر. السيد ولا بيكون حاطط في باله وبيقول: انت صغب قوي، احنا مش عاوزين اي صداع في دماغنا. بعد كده السيد بيقول لشخص من الاشخاص اللي هو يقول له اول ما التجربة تخلص، والشخص بيقول له: حاضر يا سيدي. بعد كده فريدان بيقول: اشمعنى انا هموت في المكان اللي هو البرج السحري واللي انا كنت عاوز اروحه حتى وانا صغير؟ اشمعنى يعني هموت في المكان اللي انا كنت بحلم ان انا اروح عنده اساسا؟ كده شخص من الاشخاص بيمسكه من راسه وبيقول له: يا عبيط بطل بقى وامسك في نفسك كده، هو عشان احنا مش ناقصين اي صداع. بعد كده الواد بيقول له: انت حاسس بايه يا فرضان، مع انك كنت قاعد ومش عندك اي موهبة في السحر، عملت زي ما يكون انت شخص مهم عشان قعدوا يمدحوا فيك شوية بس عشان ذكائك. عشان كده بيتم استخراج قوتك الحيوية ومعرفتك في المختبر الابحاث السري. وبيقول له: يلا تظهر بذكاء زي ما انت كنت بتعمل قبل كده، اتصرف واتكلم زي ما انت كنت قاعد بتعمل زمان. بعد كده بيقول له: طيب انت حتى في حالتك ديت انت مش بتفقد وعيك. وبيقول له: انت هل تسمعني؟ بس اساسا فندار مش بيكون سامعه خالص. بعد كده الواد بيقول له: انت اخرس، انت بتبص فين يا عم انت؟ بعد كده بيبص على النمل اللي تحته ده وبيقول: ايه النمل التجريبي دوت؟ شكله كده فلت، وبيزعق للناس التانيين وبيقول لهم: انت مش بتعرفوا تعتنوا بحاجة زي كده؟ بعد كده بيقوم دايس عليها على طول. بيقول في التفكير في الموضوع هو اصلا حتة حشرة ومش عنده اي ردة فعل. الواد التاني اللي جنبه بيقول له: تعالى ما يا عم، ومش عنده اي ردة فعل، تعالى ناخد عيونه من الدرجة اس، هي كده كده. بعد كده فريدون بيقول: اشمعنى؟ والعيال التانية بقى بيدنهم يتريقوا على فريدون وعلى ضعفه، وبيدنهم بقى يهزروا مع بعض. بعد كده فريدون بيكمل كلامه وبيقول: عشان اي سبب. بعد كده بيقول: انا فهمت كل اللي بيحصل دلوقتي. بعد كده بيقول للعيال اللي قدامهم: اصمتوا. بس طبعا بيكون بصوت هادي والعيال مش بيكونوا سمعوه، بيقول: انت بتمتم في ايه؟ بعد كده فردان بيتعصب جامد وبيقول: اخرسوا فعلا من سيسحقكم ايها الاوغاد. وبيقول: كل دوت عشان انا ضعيف يعني. بيقول: بدأ كل حاجة قبل 15 سنة، كنت عايش في ميتم، وكل اللي انا كنت عاوزه ان انا ابقى ساحر عظيم، وفي الاخر دخلت برج سحري عشان اتعلم السحر، بس انا مهما عملت مش هعرف اكون ساحر، وكل دوت بسبب حد دماغه من الرتبة واحد. بعد كده بيقول: ذلك كان اختبار التوافق الصحي اللي انا عديته وانا عندي 7 سنين.
وكان معناه بكل بساطة إن أنا ما أقدرش إن أنا أكون ساحر. الناس كانوا بيقولوا عندي إن أنا مش عندي موهبة، وبيقول دوّة كان حكم بالموت بالنسبة ليّا. أنا اللي كنت باحلم إن أنا أكون ساحر، حتى مع كل دوّة أنا برضه أنا أحلم إن أنا أكون ساحر. وبيقول عشان أنا كان حلمي إن أنا أكون ساحر، كنت باتسلل من ورا أسياد البرج، وكنت قاعد باقرا في الكتب السحرية. وبيقول أنا كمان اتعلمت جوهر كتب كتيرة موجودة في المكتبة بتاعة البرج السحري. بيقول مع إن أنا مش عندي أي قوة سحرية، إلا إن أنا كنت واثق لما بيكون الأمر متعلق بالذكاء. بيقولوا بعد كام سنة الناس قعدوا يقولوا عليا إن أنا عبقري، وبيقولوا أخيرا أنا بقيت باحث في البرج السحري. بعد كده عيل بيقول لفردان استنى ده انت أكتر من عبقري، ازاي اللي باحث عادي يجيله الفكرة ديت؟ بيقول الفكرة ديت البرج كلها يعترف بيها حتى سيد البرج. بعد كده فردان بيقول وقتها أنا كنت حاسس حاجات كتيرة عن نفسي، إن ذكائي مش بس موهبة ده كمان في حدود العبقرية. بعد كده فردان اللي هو في الماضي بيقول له شكرا ليك، أنا كنت بس عاوز أثبت الفكرة ديت قبل ما أنا أعملها. الواد بيستغرب بيقول له هو أنا أول واحد شفتها؟ هو أنت أصلا مش وريتها لحد تاني؟ فردان بيقول له لا أنت أول واحد شفتها. فردان بعد كده في الحضر بيقول له كارد الباحث الوحيد اللي كان هيعترف بيا، وكنت هعرف أقعد في البرج مش كعامل بسيط لأ كباحث في السحر الآن، حد ما قال فكرتي زي ما يكون هي فكرته أساسا. أول ما عرفت كده رحت عند سيد البرج بسرعة. بعد كده فردان في الماضي بيقول للرئيس إنه يصدقوا إن الفكرة ديت بتاعته، وبيقول هي اختفت قبل اليوم اللي أنا كنت عاوز أسلمه بيوم، وإن خدها لوكارد عشان يسلمها باسمه. بعد كده سيد البرج بيقول له يعني أنت بتقول إن النظرية ديت بتاعتك صح؟ فردان بيقول له أيوة الفكرة ديت بتاعتي، ولو كده ممكن أقول لك وأشرح لك كل حاجة من البداية. بس السيد بيقاطعه وبيقول له إيه المفاجأة ديت؟ أنا ما كنتش عارف إن ما بين الباحثين العاديين في حد عنده الموهبة ديت. بعد كده فردان في الحاضر بيقول لو أنا بس مش كنت روحت عند سيدي في اليوم دوت. بعد كده سيد البرج اللي هو اسمه يعني صعب فهقول له بقى ويليام وخلاص، بيقول له إنه يجي عند المختبر بتاعه كمان يومين لما القمر يختفي. بعد كده فردان بيقول لو أنا كنت هربت من البرج وقتها كنت هعيش حياة طبيعية ولا لأ. وبيقول من وقتها هم حبسوني في البرج دوت، وقعدوا يعذبوا فيا أكتر وأكتر. وبيقول أنا كنت في الصبح عبارة عن عامل عادي، وفي الليل كنت حرفيا فرمي التجارب. نرجع بعد كده في الحاضر وفردان بيقول كل حاجة انتهت، وبيقول ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي. بعد كده بننتقل لورا خالص وفردان بيكون هو صغير وقاعد بيلعب مع بنت كده. بعد كده بيكون شايل حاجة كده وبينده على العامل عشان يجي ياخدها منه عشان هي تقيلة يعني. بعد كده هو والبنت بيقعدوا في مكان كده، وفي البنت بتقول له فردان احنا لما نكبر هنكون فارسين عظيمين. بعد كده بياخدوا واحد على نفسهم ان هم لما يكبروا هيبقوا فارسين عظيمين. بعد كده في الحاضر فردان بيقول لو انا كنت امكانياتي كانت بتتطور حتى قليل كنت هعدي كل حاجة بسرعة صح، ومش كان هيحصل لي دوت كله. بعد كده فردان بيقول انا اعترف كل حاجة انتهت خلاص وما عادش في حاجة تانية ممكن اعملها في العالم دوت. بعد كده فردان بيكون قاعد بس بيكون في كمية نمل كتيرة قوي. بعد كده فردان بيسمع صوته بيقول الصوت دوت انا كل شوية بسمعه لما بيتعمل عليا التجارب. بيقول انا مش كنت عارف انا عندي قوة قد ايه دلوقتي. بيقول مش كان من المريح ان انا اموت وخلاص. بعد كده بنسمع حد بيقول له بجد بس دوت مش شعورك الحقيقي مش كده. بعد كده بيقول مش دلوقتي كل حاجة مش انتهت دلوقتي، مش كده برضو يا فردان. بس الغريب اللي كل دوت بيكون جاي من نملة ميتة اساسا. بعد كده بنشوف النمل كله وهو جاي يتلم في حتة واحدة، وبيبدأ بعد كده اللي هو يكبر اكتر واكتر. بعد كده في صوت تاني بيجي من عندهم بيقول عشان تنتقم وتعيش امسك نفسك واصبر واحتمل مرة ورا مرة. وقتها النمل بياخد شكل فردان. بعد كده النمل بيمسك وش فردان وهو بيقول وقتها هتتولد من جديد، وبيقول عشان مش يداس عليك تاني ويكون عندك قوة عظيمة لازم تتجاوز حدودك. فردان بعد كده بيتعصب وبيقول ايوه كل حاجة لسه ما انتهتش لسه، لازم ننتيم عشان كل السنين اللي فاتت ديت سيفي اللي كان ضايع انا لقيته وهازم اي حد كان بيستهزأ بيا. انا بس كنت بعرف احل المسألة الاخيرة اللي انا مش كنت عرفت احلها قدام القوة الاعظم اللي انت بس تكون ذكي ديت مش كفاية. كان الموضوع كده بكل بساطة انا كنت ممكن اتحدى قدري.
وبيقول انا هعيد التعريف بتاع الاطار النظري، هكمل الطريقة عشان اعرف اتولد من جديد. بعد كده بيقول النظرية بتاعة تحدي السماء هتكون بعد كده من بكرة، وبيقول انا هتجاوز كل حدودي، هكسر السلاسل اللي موجودة على جسمي. بيقول نظرية تحدي السماء اللي هتخلينا أعرف إعادة بناء جسدي مش هتكتمل غير لما أتقبل موتي. وبيقول كل اللي اتبقى عشان أثبت النظرية هي الأدلة الأثرية اللي ممكن تسمح لي باللقاء الصحي لمدة واحدة بس. بيقول بكرة بالليل هعيد حريتي. الليل بيعدي بسرعة، بعد كده الصبح بيجي، بعد كده حد بيفتح باب كده وبيقول أيها الرسالة حان وقت تنظيف مختبر الكيمياء. وبيقول له مش هتقف كده اهوت، مش ليك لازمة، اخلص وروح نظف المكان بسرعة. وبيقول له انت مش سمعتني ولا ايه، اخلص. بعد كده فردان بيقول له خلاص ماشي. بعد كده فردان بيروح وبيبدأ انه ينظف المكان. بعد كده في بنت بتناديله وبتقول له هتنظف بمفردك، بتكون ديت روفيلين صاحبته. بيقول لها ايه اللي جابك لهنا، بتقول له جيت عشان اودعك. بيقول لها افتكرت ان انت هتسافري بره عشان تتعلمي. وبيقول لها مبروك على سفريتك بره. بعد كده البنت بتقول له يا فردان عرضي ما زال قائما. بتقول له تعالى معايا لفرنتي، هي دي اسم البلد اللي انت هتروحيها يا اختي. وبتقول له ان هناك العكس، مفيش حد يقدر يتمرد عليك او حتى انه يضربك او حتى انه يهزقك. وبتقول له يا الله انت عارف يعني انا قلت لك الحاجات ديت 1300 مره يعني. وتقول له انا كنت بس عاوز حد يتكلم معاه هناك، انا مش عاوز اكون بالوحده يعني. نعم يا اختي، بس اكيد بتكون كده الكلام دوت وهي مكسوفه اساسا. فردان بعد كده بيقول لها روفلين انا هدني هنا احسن لي. بنت بيبان عليها زعل كده هوت، بس بعد كده بتركب العربيه وبتزعله وبتقول له انا هكتب ليك رسائل. بعد كده فردان بيقول يا روفلين انت مش عارفه حاجه، انت مش عارفه اساسا ايه اللي بيحصل هنا. بعد كده حد بيزعل لفردان وبيقول له بسرعه وتعالى. بيمسكه من ايديه وبيمشي بيه، بس طبعا بيمسكه من الجنزير، هو مش هيمسك ايديه متوسخه. هو اللي بيقول كده اقسم بالله. بعد كده بيقيم مهرجان السحر، وبيكون وقتها فردان هو شغال يعني حاجه زي جرسون كده. بعد كده بيكون حد بيخبط على الترابيزه وبيقول له تعالى يا فردان انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي. فردان بيقول له انا كان عندي مشاغل كتير وكنت مشغول بالتنظيف. الراجل بيقول له كان المفروض ان انت يكون عندك اذن مسبق. الشخص بيقول له انت ممكن تدخل بس اياك تخدش او تضرب او تعمل اي حاجه. فردان بيقول له ماشي ايها المدير. بعد كده فردان بيدخل على الاوضه ديت، بيبدأ بعد كده اللي هو يسحب حتة حتة وبيروح عند حاجة كده وبيحط ايده عليها، وبيقول كويس انا كده فعلت الأداة الأثرية وكده مش حدش هيسمعني. وبيقول كل حاجة من هنا دلوقتي هتبدأ، وبيبدأ بعد كده اللي هو ينزل مع سلم طويل لحد ما بيوصل أخيرا لحد الأرض. وبعد كده بيشوف أداة سحرية كبيرة قدامه، عارف الأداة ديت مهمة جدا لسيد القصر. وبيقول عشان انفذ خطتي انا عاوز الصولجان دوت، عشان اخده لازم اطفي الدائرة السحرية اللي هي بتحميه. بيقول التقنية دي كان حطها سيد البرج عشان محدش ياخد الأداة. وبيقول انا كنت قاعد بدرس في اخر 7 سنين ازاي اكسر التعويذة ديت. بعد كده فردان بيقول يا سيد البرج التقنية اللي انت كنت بتفشخر بيها قاعد دلوقتي هكسرها. بعد كده بنشوف حد هو قاعد مع واحد كده وبيقول اللعنة. التانيين دلوقتي قاعدين مبسوطين بالمهرجان، اما احنا فلازم نحرس مصدر الطاقة. يدنهم بعد كده يقولوا كلام ملهوش ألف في 60 لازمة. بعد كده فردان بيخش عليهم والراجل بيقول انت فردان مش كده هتلاقي شوية خمرة كمان، استغفر الله العظيم يا رب. فردان بعد كده بيعمل نفسه اللي هو ماشي رايح يجيب، بس هم اصلا عايشين في الزبيب. بيطلع الأداة السحرية ووشه بيكون مليان بعلامات الغضب. بيدنهم بقى يتكلموا بيكونوا متفشخرين على الآخر، إلا واحد منهم راسه حرفيا بتطير، التاني حرفيا بينصدم وبيقول اللي بتعمله. فردان بيوجه سلاحه عليه تعالى انت اللي بعده. الواد بيقول له يا فردان انت اتجننت ولا ايه. فردان بيقول له رد فعل انت مش توقعته مش كده. الواد بيقول له انت ازاي تجرؤ، حشرة حقيرة زيك عاوزة تقتل ساحر، خلينا اصلح دماغك الاول، ورينا بقى اذا كنت هتعيش بسبب التعويذة اللي هعملها دلوقتي. بعد كده بيعمل تعويذة دماغ قوية. فردان بعد كده بيقول سحر من الرد بس لسه مش وحش برضه. فردان بعد كده برضه بيعمل تعويذة صخر قوية، والاتنين طبعا بيهجموا على بعض، بس طبعا الفوز بيكون من ناحية فردان. الواد بيقوله انت ازاي عرفت، ازاي شخص زيك يقتل ساحر زيي. فردان بيقوله انت مصدوم عشان فرط تجارب يعني بيعمل سحر. بيقوله دوت اللي بيحصل لما انت بتتلاعب بالناس اكتر من اللازم. بعد كده بيقتله بيدنه يبص كده على حاجة غريبة.
ايوه بالظبط، هما كانوا بيحرسوا مصدر طاقة برج السحر. بعد كده فردان بيقول الموضوع عدى اكتر من اللازم، بيخلع القميص اللي كان لابسه وبيكون جسمه مليان بالتعويذات. بيقول لو انا مش حاولت فمش هعرف ابدا. بعد كده بيحط العصاية على الارض وبيجهز نفسه عشان يعمل التعويذة، وهو فعلا بيعمل إحالة تشكيل الجسد وبيصرخ وبيقول تحدي السماء. الطاقة بيكون باين زي ما يكون إن هو هينفجر. البرج اللي فيه فردان بيبدأ إن هو ينور بطريقة عجيبة. بعد كده بنشوف عربية ماشية من جنب البرج وبيكون فيها سيد البرج، وبيقول إن القوة السحرية الهائلة دي أكيد جاية من مصدر الطاقة. وبيقول يعني معنى كده إن في شخص اقتحم البرج السحري حكايتنا، وبيكون المكان كله متدمر حرفيا. وبنشوف حد مطلع ايده ما بين كل الحيطان دوت، وبيبان كده ان المكان كله متدمر بعد ما فردان عمل التقنية. بعد كده الأداة اللي في ايد فردان بتختفي. بعد كده فردان بيقول ان القوة التدميرية بتاعة التقنية اللي هو كان عملها كانت كفيلة اللي هي تكسر المكان كله. بيقول بس مش معنى ان انا لسه عايش ان تقنية اعادة بناء الجسد اتمت. بعد كده فردان بياخد دور من حاجة منطلقة عليه بسرعة البرق، وبيقول ان في حد جاي عليا. بس وقتها بنعرف ان سيد البرج ويليام هو اللي يجي عليه بسرعة، وبيقول هو كان حاسس ان في مصيبة هتحصل. بس وقتها ويليام بيكون متعصب جامد وبيطلق سحره عليه والمكان كله بيتدمر تاني. بعد كده ويليام بيكون واقف وبياخد باله ان في حاجة موجودة على الارض، وبيلاقي دايرة سحرية عشان الانتقال الآني. بعد كده بيقول هو ازاي يجرؤ اللي هو يدمر برج السحر. بيتعصب وبيقول انا ميهمنيش هو مين، ان شاء الله الامبراطور او حتى كان طفل صغير فانا هلاقيه وامسحه من الوجود. وبيتعصب وبيقول استنى وانا هجيبك يلا. بعد كده بيقوم بيحل الصباح والجو بيبقى جميل. بعد كده حد بيقول ان هو حاسس بالنعاس. طلع اللي دوت فردان وكان في اخر لحظة عمل تقنية الانتقال الآني، بس بيبان عليه كده اللي هو نايم، وبيقول هو ده صوت المية. وبيقول احمص ايه اللي جابني هنا يا ولد الكلب، ده انا كنت قاعد بجري من شوية، ايه اللي حصل بالظبط، انا عاوز افهم. بس ثانية واحدة كده انا شكلي اتغير، ده انا مش كنت عامل زي كده. اول حاجة انا كان شعري لونه بني بقى دلوقتي لونه رمادي. تاني حاجة انا كان عينيا لونها اسود دلوقتي بقى لونها ازرق. وبيقول ده كده شكل الموضوع نجح ولا ايه. وبيقول ايوه بعد ما انا قتلت الاشخاص ثم بعد كده نجحت في تحدي السماء، وقبل ما سيد البرج قدر اللي هو اصلا يضربني كنت انا اصلا جيت بسحر الانتقال الاني. فخلص الموضوع باللي انا جيت لحد هنا. وبيقول انا ما شفتش الحته ديت قبل كده كمان، ولا شفت النباتات ديت ولا الاشجار ديت في برج السحر. يعني كده انا عرفت ان انا انتقل نصف قاره بحالها. وبيضل يضحك وبيقول انا بقيت دلوقتي حر محدش يقدر يكلمني في حاجه. وبيقول انا اكيد عارف ان ويليام دلوقتي غاضب، وبيقول بسبب ان انا دمرت برج السحر ثم اللي هو مش عنده اي دليل عشان عمل كده. وبيقول بس اكيد ده مش كافي عشان انا ادمر برج السحر كله. وبيقول اكيد ويليام عنده مخططات وخطط خبيثه تانية اكيد، واحتمال كبير ان برج السحر يرجع من جديد. بس دوت بيكفي دلوقتي، ولما برج السحر يتبني من جديد وقوتي وقتها هتزداد وهقدر اللي انا انتقم. وبيقول انا هدمر كل اللي عمله قدام عينيه، وكده اسم فردان هيكون موجود طول التاريخ. بس اللي انا اثبت نفسي كساحر دوت هو هدفي الاول. بعد كده بنشوف واحد من الجبل وهو قاعد بيكسر في صندوق كده، وبيطلع ان دوت الصندوق بتاع فردان بيتعصب وبيعمل عليه قطع الرياح. الجبل لسه جاي يبص على هجمة من هنا كانت راسه اتقطعت من هنا. الله يرحمك يا عم الجوبلin. فردان بيقول هو مش حاسس بأي اختلاف، وبيقول انا حاسس ان في حاجة غلط حصلت وانا قاعد بعمل بناء الجسد. بيقول انا ايوه شكلي اتغير بس استيعاب المنع عندي لسه مش اتغير. وبيقول بس دوت مش مهم دلوقتي، وطالما الجوبلin الموجود في كل مكان هنا فاكيد القرية بعيدة عن هنا. بعد كده بيبص تحته كده وبيلاقي آثار لحاجة غريبة، وبيقول اللي فيه آثار لانزلاق عربة، وبيعمل استيعاب المقنع عشان يعرف مين صاحب العربة اللي وقعت دوت. بعد كده فردان بيضل مركز جامد عشان ما يحصلش أي خلل في الموضوع، وفعلا بيقدر اللي هو يستشعر فين العربة. بعد كده بنسمع صاحب العربة وهو بيقول يا شوية أحصنة غبية سرعي أكتر، وبيكون حرفيا مرعوب. بيقول ايه اللي خلى الموضوع يخلص بيا هنا، وبيقول مش كام شوية قطاع الطريق اللي احنا خشينا فيهم عشان احنا عرفنا ان احنا نعدي منهم بكل سهولة، ويكون المرتزقة بتاعتي قدروا ان هم يعدوا.
بس الأورك الكبير وابتسامته المريبة ديت لوحدهم قادرين ان هم يخلوني ارتعب حرفيا من الخوف. وبيقول الحمد لله ان هم كانوا مشغولين في اللي هم يقتلوا في قطاع الطريق، والا وقتها كان زمان دلوقتي مت. بعد كده هو قاعد بيجري بيسمع ان في صوت كتير من الوحوش قاعدين بيجروا وراه، بيترعب اكتر وبيزود السرعة. بس المشكلة ان العربة بتتخبط في جذع شجرة. بعد كده الراجل بيتربع على الارض. الراجل بعد كده بيقوم من هنا وبياخد على طول الصدمة من هنا بالظبط. كل الأورك قاعدين باصين عليه، حرفيا الكتير من الوحوش باصين عليه وعاوزين يقتلوه. الراجل بيقول احمس انا مش كنت مصدق ان انا هموت على قد الوحوش. بعد كده كل الوحوش بيهجموا على الراجل بعد كده بيقول ديت خلاص هي نهايته. بس ومرة واحدة درع من الحجر بيحوط الراجل، وبيطلع اللي دوت هو فردان. وبيقول احمس انا نسيت ان انا اعمل له فتحة عشان يتنفس. بس الاورك دوت بيبص على فردان وبيكون مبتسم. فردان بعد كده بيقول طيب انا شكلي كده هعرف اقتلهم قبل ما هو يختنق. وبعد كده بيقول طيب ديت هتكون اول معركة ليا لو انا مش حسبت الجبل اللي انا كنت لسه قاتله. بعد كده الجبلين كلهم بيبدأوا اللي هم يروحوا عليه. بعد كده فردان بيقول المعركة ديت هتبقى حلوة عشان اعرف اقيس قدراتي. بعد كده الشجر كله بيولع بسبب تقنية فردان النارية اللي هو كان عاملها. بس دوت مش كان كافي اللي هو يقتل كل الجوبلين. زعيم الجوبلين بيشاور على فردان والكل بيهجم عليه. فردان بعد كده بيتعصب ويعمل تقنية جديدة ويكون اسمها سهام اللهب المتعددة. فردان بعد كده بيتعصب ويعمل تقنية جديدة ويكون اسمها سهام اللهب المتعددة، والمكان كله بيتحرق من تاني. وكده كل الجوبلين حرفيا بيكونوا اتحرقوا. وبيقول انا نفسي بديش نفسي ازاي الله اعلم. وبيقول لو انا كنت قتلت واحد بس بجسمي التاني ما كنتش هعرف اعمل اي حاجه. وبيقول اللي هو امه كده ما عادش ليهم اثر. وبيقول خلينا انقذ الراجل قبل ما هو يغمى عليه. بيجي يفكه بس قائد الجوبلين بيكون لسه عايش. بيهجم بعد كده على فردان وفردان بيكون خايف بس بعد كده بيهدي نفسه وبيقول لا داعي للقلق. بعد كده بنشوف فردان هو والرد. نعرف ان فردان قتل الجوبلين الاخير. بعد كده فردان بيقول للواد سؤال سريع واخير، هو اللصوص بيكونهم يكونوا هنا كتير؟ عشان انا سمعت دايما ان اللصوص بيكونوا مش موجودين في الاماكن اللي فيها وحوش. الواد بيقول له اللي هو اول مره يشوفهم فيها، وبيقول له الغابه دي تحت سيطره البارون بايس. بعد كده بيقول اللي هو كان بيبعت له رسائل وهو صغير عشان هو يبقى من قرايبه او ليه يعني صلات به. كان بيبعت له رسائل على امل هو يرد عليه. وبيقول هو اتقال له ان المفروض اللصوص اللي موجودين هنا بيكونوا اتهزموا. كده بقى عدنا من الطريق دوت واللي انتوا عارفينه حصل. فردان لما بيسمع الكلام دوت بيقول لا كنت مفكر الانتقال الآن بتاعي باظ، بس طالما كده وانا لسه في قطعية البارون بايظ كده الانتقال الآن نجح. وبيقول مع اني غيرت شكلي فممكن برضو برج السحر يدور عليا. الواد بعد كده بيقدر يتكلم كتير كده اهوت. وفردان بيقول الواد دوت بيتكلم كتير قوي. بعد كده بيردوله على سؤال اللي هو ملوش 60 لازمة دوت. وبعد كده بنعرف اللي كان حصل مع فردان والوحش، ان فردان كان قتل الوحش بقطع الريح وكان قطع وقتها راسه. وبيقول دلوقتي انا هحتاج في اللي انا ازيد قوتي واخفي نفسي. الواد بيقول له يا عم الحاج انت بتسمعني؟ بعد كده فردان بيقول اه صح انا مش هعرفتك بنفسي. وبيقول في سره طالما انا اسمي فردان فانا غير اسمي الاشر عشان محدش يعرف لحد ما اوجه ويليام سيد البرج. بعد كده في قطعية بايس البارون بعد كده بنشوف حد بيقول كونراد ايه اللي حصل لك. بعد كده بنعرف ان كونراد دوت هو صاحب العربية. وبيقول انا حاسس ان وزني قل. وبيقول تقريبا كده وزني قل لما انا كنت بجري من الارض. اشر بعد كده بيكون واقف وهو شايفهم من بعيد. الواد بعد كده بيشوف اشر يعني هو فردان عشان هو غير اسمه الاشر انتوا عارفين يعني. وبيقول هو دوت السحر اللي ساعدك. وبيقول انا مش هينفع اكون ساكت ولا انقذ صاحبي جنبي. المهم الواد بيروح يشكر اشر. وبنشوف اشر بعد كده هو موجود في قلعة من القلعات وبيشكر الملك عشان هو جاب له ملابس وطعام ومكان ينام فيه. وبيقول لا ولا يهمك. وبيقول انا نسيت اقول لك على اسمي انا بايس صاحب قطعية بايس. بعد كده بنشوفهم قاعدين على صورة وبيقولوا طيب يبقى انت اسمك اشر. بيقول له هو الطعام عجبك؟ اشر بيقول له ايوه طعمه حلو قوي. بيقول له عشان انت انقذت كونراد ليك عندي 5 ملايين تقدر تاخدهم في اي وقت وفي اي مكان. وبيقول له لو كده انا ممكن برضه اشغلك هنا. اشر بيفكر وبيقول عشان احقق هدفي لازم شوية من المال.
الملك بعد كده بيبدأ ان هو يحكي له على حاجة، وبيقول له قبل كام يوم كان في بلدة، والبلدة دي كل الاشخاص اللي فيها ميتين بطريقة بشعة، مش متأكدين لو دوت بسبب قطاع الطرق. ومع كده احنا قعدنا ندور ومش لاقيين اي حاجة، وكل اسرارهم كانوا راحوا بالسحر. اشر بيقول يبقى اكيد كان ما بينهم سحر. الملك بيقول له اكيد دوت كله برضه تخمين. اشر بيقول لهم انتوا عاوزين تدوروا عليهم امتى؟ الملك بيبتسم وبيعرف ان اشر كده موافق. بعد 4 ايام بنشوف حد هو بيسلم على اشر، وهو بيقول له اللي هو مساعد البارون بايس والقائد بتاع الخطة، واسمه هو اينوك. بيقول اللي شعره اسود دوت اسمه هاريس، واللي الصغير دوت اسمه بريك. كده اشر بيسلم عليه وبيقول له برضه سررت بلقائك. فردان بعد كده بيفتكر بايس وهو بيقول له انه هيكون من الكويس لو مش هيحصل في قرية تانية، وبيقول له احنا مش بنستغل وجودك والله. فردان بيقول انا هعتبر دوت مقابل اللي انا قمت عندهم. فردان بيشوف شوية ناس وبيقولهم مضاد من الخطة. الشخص بيقول له أولئك شوية مغامرون شكلهم اجوا عشان الإشاعات اللي حصلوا، وبيقول ده شكله كده اللي هيقتل الشخص اللي عمل كده هتكون الجيزة بتاعته كبيرة. بعد كده بتبدأ المهمة وبتبدأ أول تحركاتهم. بيبدأ بقى هم يمشوا في الغابة عشان يلاقوا أي دليل على اللي حصل. إينوك بيقول له عشان لو هم لقوا قطاع طريق يقول لهم إذا كان في سحر ما بينهم. أشر طيب بيقول له انتوا ليه محتاجيني؟ إينوك بعد كده بيدنا يقول له كلام ملوش ستين لازمة كده اهوت. بعد كده أشر بيقول له دوت مؤسف قوي ما تقوليش بقى، بس بيقطع كلامه صوت غريب، وبيقول إن لو قدامهم دايرة سحرية. بعد كده بيقول تبديل ودايرة كبيرة بتظهر في المكان، بس على طول في ثواني بتكون اتقطعت، بس في دايرة تانية بتظهر. واحد منهم بيقول ازاي حاجة زي كده تكون في القطعية، وبيقول تقريبا الدايرة اللي انا لسه عاملها ديت كانت بس للتمويه، اقعدوا انتوا ورايا وانا هقطع التانيين. وفعلا بيتقدم لقدام وبيعمل تعويذة، والكبيرة اللي كانت قدامهم بتتقطع. واحد منهم بيقول هو ازاي يقدر يقطع الدوائر السحرية بالسهولة ديت، هو دوت مين بحق الجحيم. وكده بتنتهي معانا تاني حلقة من حكاية فردان، فأتمنى تكون الحكاية عجبتكم زي كل مرة. طبعا هتعجبكم، عارف طبعا ليه هتعجبكم، عشان ديت من اختياري أنا. وعموما يعني أنا عاوزكم تحطوا لايك واشتراك طالما جبت لكم قيمة اهوت في الفيديو دوت. دايما بعمل لكم قيمات كبيرة في الفيديو بس انتوا ما بتحطوش لايك ولا اشتراك. عموما طبعا عشان مش هطول عليكم، يلا سلام سلام سلام.